اهلا بيكم في اكله وترويقه. كل سنه وانتم طيبين. عيد سعيد علينا جميعا يا رب باذن الله. تعالوا بقى مع بعض النهارده نعمل الممبار الجميل دوت بخلطه حلوه جدا وجميله جدا. هتخليه كده احمر من جوه وجميل جدا بجد يعني. احنا في الفيديو اللي فات عملنا تنظيف الممبار وازاي نضفناه في ثواني وخليناه كده ابيض وشاي وجميل. المره دي بقى هنعمل الخلطه بتاعته سهله وبسيطه خالص وفي نفس الوقت تبقى حمرا كده وطعمها جميل جدا. تعالي بقى هاتي الحله بتاعتك كده وحطي عليها شويه زيت حلوين. واهم حاجه في خلطه الممبار ديت البصل، ان البصل بتاعها بيبقى كتير كده بيدي طعم حلو جدا للممبار. انا حطيت على كيلو ممبار حوالي كيلو بصل ونزلت يا دوب شوحت البصل بس كده تشويحه بسيطه، ونزلت بالطماطم بتاعتي. يبقى نحط التوابل بتاعتنا عباره عن ملح وفلفل اسود كمون كزبره بهارات لحمه، بابريكا، سنه من القرفه كده. بس كده. انت بقى عايزه تضيفي بهارات من عندك ممكن تضيفي اي بهارات تاني، بس هو كده جميل وحلو قوي. انا بقى هقلب البهارات بتاعتي الجميله ديت مع الصلصه وهسيبها تتسبك. هي مش هتاخد وقت معايا في التسبيكه اقل من 10 دقايق، لان صلصه الطماطم بتاعتي انا كنت مديها غلوه الاول. بدي الطماطم غلوه زي ما بعملها معاكم في القناه على طول، وبعد كده بسيبها لما تبرد وبعصرها في الخلاط. فبتطلع معايا حمرا وجميله جدا، وكمان بحط عليها بنجر. كده دلوقتي التسبيكه بتاعتي اتسبكت وبقت معايا بالشكل الجميل دوت. خدي بقى التسبيكه ديت تحطي عليها بقى الرز بتاعك والخضره. اهم حاجه برضو الخضره الكتير قوي قوي لخلطه الممبار بتبقى حلوه جدا. كده الخلطه بتاعتك جاهزه وجميله وحلوه قوي. ده الممبار اللي احنا نضفناه مع بعض في الفيديو اللي فات. بصوا متنضف وشكله جميل ازاي، شاهي وحلو جدا ومخدش مننا وقت خالص خالص. انا هسيب لك الفيديو بتاعه في اول تعليق مثبت ان شاء الله. دلوقتي بقى انا خدت الممبار بتاعي كده وببتدي ان انا اقطعه بالطريقه اللي انتوا شفتوها ديت. بصوا بقى دلوقتي هنخش في الحشوه. الحشوه اللي انا بحشيها ديت كده الطريقه ديت بتبقى سهله وسريعه جدا معايا. انا يا دوبك بمسك الممبار كده وبفتحه وبدخل الحشو كده بايديا كده على طول. فبتخش في ثواني وبتبقى كميه كبيره جدا من الممبار. انا بعملها بسرعه لان الممبار بيبقى واسع فسهل جدا ان هو يخش. وكمان الخلطة بتاعتي فيها زيت وكده، فبتساعد ان الرز يتزحلق ويخش بسرعة في الممبار. بصوا بالطريقة ديت كده بسرعة كده، وبدخل بصوابعي كده الاتنين في الممبار من جوه اهو، وبتتعمل في ثواني. اهم حاجه بقى دلوقتي ان انا الممبار محشوش جامد. بصوا بعد ما بحشيه ببططه كده بايديا وبيبقى بالسمك اللي انتوا شايفينه دوت. افضل ابطط فيه كده واشيل الرز الزياده من الجنبين، وبخلي الفتحه بتاعت الجنبين بتاعت الممبار ما فيهاش رز، بخليها فاضيه عشان الرز ما يقعش منها. وهي دي الفتحتين اللي انتي اول ما بتنزليهم في الميه السخنه هي بتقفل منها على طول. فكده كده الرز مش هيخرج. بصوا بنفس الطريقه دي كده بالظبط ببطط الممبار بتاعي، وعملت الكميه بتاعتي في ثواني ماخدوش وقت مني خالص. تعالي بقى على الميه السخنه بتاعتنا، حطينا عليها ورق لورا وحبهان بس كده. تعالي بقى انزلي بالممبار بتاعك كده في الميه السخنه. بصي اول ما بينزل الممبار هتلاقي الجوانب بتاعته الفتحات بتاعته قفلت على طول. اول ما بينزل في الميه السخنه هو بيقفل لوحده. فانا بحطه كده على طول لان انا الممبار بتاعي زي ما قلت لك مش ملينه على الاخر رز. هنسيب بقى الممبار كده يتسلق، مش هياخد وقت معايا في السلق خالص. وبعد كده اول ما تلاقيه استوى معاكي والرز تمسكي الرز كده تلاقيه استوى من جوه يبقى كده تمام قوي. طلعيه بقى من الميه بتاعته ديت وصفيه في مصفى. تعالي بقى خدي بقى الممبار بتاعك حمري على قد ما انت عايزه، يعني دي الكميه اللي احنا عملناها هناخد ونحمر على قد ما احنا عايزين منه. والباقي اللي مش متحمر ده انا بشيله في اكياس في الفريزر بيبقى جاهز عندي. بطلعه ساعه التحمير بطلعه بتلجه كدهوت وبحطه في الزيت على طول ما بسيبوش لما بيفك. بيطلع جميل جدا وحلو قوي 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 بنفس الطريقه ديت. انا خدت كده على قد ما انا عايزه وهبتدي ان انا احمره بالطريقه دي. والله طالع معانا جميل جدا جدا. الخلطة بجد كانت جبارة جبارة بجد. بصي بقى تعالي بقى اعملي جنب منه كده حلويات العيد. كل سنة وانتم طيبين، وهيطلع معاكم بالشكل والجمال دوت. ما تنسيش بقى تحطي لنا لايك لدعمي ونورنا بالاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان ينزل لك كل جديد ان شاء الله.